السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعات ديالي الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو كما كتشوفوا ان شاء الله. اليوم الاخوات غادي نقدم معكم ان شاء الله البقوله اولا الخبيزه، كل واحد شنو كيسميها، ولكن حنا كنعيطوا لها البقوله. البقوله راه تبارك الله كلها منافع، مع فيها شي اعشاب مخلطه بهم، بحال دابا هذا حنايا عندنا بحال الصبانخ، وهو طبيعي كينوض غير راسو، ماشي زعما كيتزرع اولا كيديروه الفلاحه. هذا حتى هو الاخوان اللي غادي يعرفوه الاخوات. وهذه كيكون الراس ديالها احمر، كتكون حامضه شويه. وخلاص هذه البقوله هي هذه الورق. البقوله راه كلشي كيعرفها، هي هذه. وغادي ندوزو دابا بسم الله على بركه الله. البقوله ديالي خديتها غسلتها انا، هذه راه جاتني من البلاد، ماشي شريتها من السوق ولا من السويقه، جاتني من البلاد. صيفطوها لي، غادي نقادها. كنقادوها بهذه الطريقه هذه حتى كنديروا القياس اللي غادي تقدر يدنا تهز. بالنسبه لكم الاخوات اللي ما تعرفش تقطعها، ديرها في الهاشوار الا قدرت، واخا كتجيش تقطعها بحال ديال اليد والموس، ولكن اللي بغات دير لها الهاشوار ديرها. غير تقطعها عشوائيه غليظه وتدخلها في وسط الهاشوار، دير واحد 3 ديال الضربات ولا 4. انا حيت كنعرف نقطعها مولفه زعما عارفه، غادي ندير اكثر من هادشي. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش يديروا غير هذا القياس هذا، ولكن انا غادي نزيد معاكم. هانتوما كتشوفوا الاخوات، راه ملي جيت نغسلها غسلتها تقريبا مقاده، غير فاش بغيت نشفها قصرات لي. هذا كنسميوه حنايا السلك، وهذه سميتها حميضه، هاد اللي الراس ديالها احمر. المهم حنا كبرنا صغارين في المنطقه ديالنا كنعطيوهم هاد الاسماء هادو. والناس ديال المنطقه ديالنا راهم غيعرفوا. اخت حنان، تحيه لك اختي حنان. هاد الفيديو راكي غتعرفي هذا كنسميوه الطريلال. ها هو هذا راه زوين الاخوات. حنا عندنا في البلاد فاش كيبس ويدير الزريعه كيجمعوا ديك الزريعه ديالو، زوينه الحرق ديال الكرش بحال القزبر حبوب. ملي كيجي شي واحد شي وجيه كيعطيوه شويه يشربوا ديال الزريعه ديال الطريلال، كيدقوها ويعطيوه واحد شويه مع شغيمه الماء هكا. هذا القياس انا اللي غندير. غادي ندفع هادشي شويه. كنقاد الريوس هكا، نجيب الموس هادو هما اللي كيقطعوها مزيان. كنحاول نبدا بهذا الريوس باش يجيو مقادين، ما تجيش غليظه، ما خاصهاش تجي غليظه. بسم الله. كنبقاو نقطعو، وداكشي اللي قطعناه ندخلوه لداخل باش كيولي الموس ينزل عليه. اللي بقات غليظه يرققها. هانتوما الاخوات اللي مازال ما دارش لايك يديرها، الله يجازيكم بخير. ما تساوليش لايك، الله يجازيكم بخير.
ايوا صافي غنبقى بهاد الطريقه. كنبقاو دائما كنجرو داكشي اللي درناه، اللي بانت لنا شي حاجه دازت غليظه كنجروها. هانتوما الاخوات كنجمعوا هادشي اللي غليظ كنعاودو نشدوه بحال هكا وكنعاودو ندوزو فيه الموس باش كترقق. هانتوما ايوا غنبقى بحال هكا حتى غنسالي هاد الكميه ديال البقوله اللي عندي كامله. الا بانت لكم شي حاجه غليظه مازال رقوها، راه غير ربيع صافي حتى غادي نسالي هاد البقوله ديالي اللي عندي هنايا كامله، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. دابا كما كتشوفوا الاخوات البقوله ديالي هي هذه، ساليتها بالتقطاع. ها هي كما كتشوفوا عطاتني هاد الكميه تبارك الله. غادي نفورها دابا. غادي نحتاج الكسكاس والبرمه. النص غادي نديرو في البرمه والكسكاس، والنص الاخر غادي غير نطيبو في الكوكوط. ما غنشاركش معكم طريقه الكوكوط الاخوات، ولكن كتاخذوا الكوكوط كتكبوا فيها البقوله ديالكم وكتزيدوا عليها الثومه وكتزيدوا عليها الربيع، كتزيدوا عليها الكمون، كتزيدوا الحار والمليحه حسب الذوق، والزيت البلديه ضروريه. كديروا كاس ديال العنبه ديال الماء، كتسدوا الكوكوط مزيان. منين تبدا كتصفر كتنقصوا عليها وكتخليو البقوله ديالكم طيب صافي. ملي كدوز واحد ربع ساعه ولا هذا مع التصفر والبوطه ناقصه، كتحلوا الكوكوط وكتمعسوها مزيان. كديروها على شكل سميتو على شكل بقوله عاديه بحال اللي كديري زعلو، كتبركوا عليها بالمارف مزيان وصافي راه كتعطي نفس النتيجه. المهم دابا غادي نديرها في الكسكاس. صافي وغادي نمشي دابا باش نديرها تفور. ملي غادي تفور غنتلاقى معكم ان شاء الله. غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نشحروها. غنحتاجو لها كاس زيت البلديه، وغنحتاجو الثومه، وغنحتاجو الحار. اللي عنده الحار داك السودانيه حمراء صغيره مطحونه يديرها. انا ما قديتش نديرها غتحرر ما غياكلوها لي حتى واحد. عندي الكمون مطحون على اليد في الدار، وعندي الملحه، وغادي ندوزو على بركه الله. صافي دابا الاخوات غادي نبداو غناخذ الثومه ديالنا غنحكوها. اللي بغات ديرها بحال طحنه. طحنها بهاد الصغيور ولكن عجبني. غادي نكب الزيت هاد شويه حتى الاخر حتى تقرب طيب. هادشي اللي بقى. غادي ناخذ القياس البقوله اللي غندير اليوم. غادي ندير الكمون معلقه. الكمون هو اللي كيجيب البقوله زوينه. غادي ندير الملحه القياس اللي يكفيني، ما يمكنليش نعطيكم القياس، كل وحده دير الملحه على حسب الشيء اللي غدير. صافي وغادي نبعثها شويه تدخلوا فيها هاد الثومه والزيت والكمون، وغنديرها فوق البوطه. غنخليها تشحر مزيان. صافي نديرها دابا فوق النار وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله.
دابا الاخوات البقوله ديالي هي هذه، من بعد ما طابت كما كتشوفوا درتها في هاد الطبسيل هذا التقديم. نديرها شويه ديال الزيت، انا كنفوق منها شويه ديال الزيت. بسم الله. نديرها شويه ديال الحامض الصير، وهاد الحاره انا شويتها وصافي. هذه هي البقوله ديالنا. راكم كلكم الاخوات كتعرفوها كيفاش كطيب، انا غير شاركت معكم الطريقه ديالي.